محمد كوارشي، ودي تسديده حلوه، تسديده قويه من شريف عبد الفضيل، ولكنها تعلو العارضه وتذهب الى ضرب. ثالث الضربات الركنيه للاهلي تتلعب سريعا. احمد فتحي والعرضيه، ودي ضربه الراس حلوه، ضربه الراس من قبل محمد فضل، ولكن تمر بجوار القائم الايمن. ايضا فضل على ارضيه الميدان، سلامات لمحمد فضل. نتابع سويا الاعاده. عرضيه احمد فتحي، ضربه الراس من محمد، يغير اللعب. حلوه البركات، استلم بركات، هو جون هو جون، ويطلع الحارس هيثم محمد الى الضربه الركنيه. بقى النادي المصري الذي احرز 11 هدف. بركات يقطع ويتقدم على حدود منطقه الجزاء، عايز يدي لطلعت. ادي العرضيه خطيره، يضيعها ابو تريكه. تهيأت لابو تريكه يلعب كره في اتجاه المرمى، ولكن هيثم محمد يحولها الى ضربه ركنيه. كانت هجمه اليمنى، جابها التي يشغلها التقي والحصري، وانتو جميله جدا، دخل ضربان جوه 18، خطيره للغايه. العرضيه الى يد الحارس شريف اكرامي. اخطر هجمات وادي دجله، حائط بشري ثلاثي من لاعبي وادي دجله. لحظات من التركيز لاحمد فتحي، يسدد، ولكن الكره تعلو العارضه الى خارج الملعب. محمد فضل لمسه رائعه لمحمد طلعت يسدد، ولكن الى يد الحارس هيثم محمد. تسديده جيده من محمد طلعت الى يد الحارس هيثم محمد، عايز يركنها في الزاويه البعيده. عبد الحميد شبانه، لمسه رائعه من فضل، هو جون مش ممكن. لعب ايضا في اياكس الهولندي 46 مباراه دوليه مع منتخب بلجيكا. ليه والتر ميوس. ادي الكره اللي اضاعها حسام غالي، كان سيحرز هدفه الثاني في لقاء اليوم. وادي احمد فتحي يسدد، حلوه التسديده. هيثم محمد يتألق ويحولها الى ضربه ركنيه. الكل توقع تسديده شريف عبد الفضيل، تخطى، يتوغل، يلعب تمريره اماميه. محمد طلعت على حدود منطقه الجزاء، اي حاجه من محمد طلعت، وكره لا تحتاج الى تعليق. 16 يقلش احمد السيد، دربكه جوه منطقه جزاء النادي الاهلي، يشتت احمد فتحي، وتسديده من مسافه بعيده قويه للغايه، فيها عنصر المفاجاه. تسديده اللاعب كرياكو تفاجئ الجميع هنا في استاد القاهره، ويحولها شريف اكرامي الى ضربه ركنيه. ضربه ركنيه لصالح وادي دجله.